فقط لكن يصح بغير اليد وهو بكركة من شفح وغيرها ولو غسل رأسه جاز أم لا وهو من أفضل الوضوء أو السنة الوضوء كما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم ولو وضع يده المبلولة ولم يحركها هل يصح أم لا؟ طبعا يصح جدا. الحين سأبين لكم فرض الخامس من فروض الوضوء يعني فرض الخامس يعني غسل الرجلين مع الكعبين. أما كيفيتها لا بد علينا عندما نغسل الرجلين أن نزيد فوق الكعبين يعني على حد الكعبين. لماذا؟ لإتمام الواجب بدليل القواعد ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. مثلا إذا كان الشخص يغسل رجليه في محل من الميضة مثلا بعد الوضوء في محل آخر بنية إزالة الوسخ مع غفلة عن نية الوضوء فإنه لا يصح كما تقدم بنية التبرد أو التنظف ويجب عليه إعادة غسلهما بنية الوضوء بخلاف ما إذا لم يغفل عن نية الوضوء فإنه لا يضر. هذا كلها من فرض الخامس وهو غسل الرجلين مع الكعبين. فإن لم يكن المتوضئ مستخدما خفين أي لابسا خفين فإن كان لابسهما وجب عليه مسح الخفين أو غسل الرجلين ويجب غسل ما عليهما من شعر وسلعات وأسماء زائدة كما سبق في اليدين. شكرا على استماعكم جميعا والعفو منكم ففاض علينا رحمة الله وتوفيقه ونحن من عباده الصالحين المقربين إلى القرآن. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Kesimpulannya,